اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا الجمال عدى الكلام. دي طواجن مكرونه زي اللي بتتباع بالظبط في محلات الكشري. طواجن المكرونه دي معموله مكرونه بالصلصه ومحشيه فراخ، عاملاها بطريقه حلوه جدا، وطبعا على وشها جبنه موتزاريلا والفلفل زي ما انتم شايفين. عاملاها بطريقه حلوه جدا، هتاكلوا صوابعك وراه. طبعا بتتباع في افخم محلات الكشري، يعني مش في اي محل كشري كده، لا، في افخم المحلات. وفي بجبنه موتزاريلا وفي من غير جبنه موتزاريلا، وفي محشيه فراخ وفي محشيه لحمه. انا عملتها لكم النهارده محشيه فراخ. ومش بس كده، كمان بتتباع في محلات اللي هي الكريب والبيتزا، بيعملوها زي الباستا كده، في بالصوص الابيض وفي بالصوص الاحمر. انا عملتها لكم النهارده بالصوص الاحمر. مش عايزه اقول لكم على جمالها وطعمتها عامله ازاي. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. وطبعا اهم حاجة يا حبايب قلبي اللايك، علشان اللايك هو اللي بيرفع من الفيديو. لو وصلتي هنا صلي على النبي وحط اللايك، وتعالي ما اقولك عملتها ازاي. هنجيب هنا حلة معايا على النار، وهحط فيها معلقة من السمنة. هسيبها لما تسيح خالص وتسخن معايا، وبعد كده هنزل عليها بشوية من الزيت، وكمان هنزل عليها ببصلتين متقطعين كده، وافضل اقلب فيهم كويس جدا. اول ما احس ان هما بدأوا يتبالوا معايا كده، هنزل عليهم ب3 قرون من الفلفل برضو مقطعوهم، وبعد كده هفضل اقلب فيهم كويس جدا لحد ما يتبالوا معايا. بعد كده 4 فصوص من الثوم كده، ممكن تهرسيهم، ممكن تقطعيهم صغيرين خالص تنزلي عليهم، وبعد كده تفضلي تقلبيهم كويس جدا. وبعد كده هنزل عليهم بالطماطم. يبقى تاني بصلتين كبار متقطعين، 3 قرون فلفل كبار برضو، 4 فصوص من الثوم مهروسين او مقطعاهم صغيرين، هنزل بالثوم عليه. وبعد كده هكون مجهزه ضربه طماطم طبعا في شفشق الخلاط، حوالي 3 كيلو من الطماطم. بعد ما انزل عليهم بالثوم واقلبهم مع بعض كويس جدا، بعد كده هنزل بالطماطم، اسيبهم بقى يتسبكوا مع بعضهم كويس جدا. دلوقتي بقى هتجيبي حله، هتجيبي طاسه، تحطي فيها معلقه كبيره من السمنه وشويه من الزيت، هيسخنوا مع بعض كويس جدا. بعد كده هكون مقطعه بصلتين او 3 بصلات كده كبار، وبعد كده هفضل اقلب فيهم كويس جدا لحد ما البصل يدبل معايا. وبعد كده دلوقتي اول ما البصل بدأ يدبل معايا، جبت بقى دول 3 صدور من الفراخ كبار، مقطعاهم انا مكعبات في البيت هنا. دلوقتي بقى هفضل اقلب فيهم. طبعا الفراخ كتير لان الفراخ دي طبعا كبيرة، ودول 3 صدور من الفراخ كبيرة، وانا مقطعاها مكعبات في البيت. هفضل اقلب فيهم كويس جدا. اهم حاجة لما تنزلي بالفراخ تكون النار سخنة جدا، ويكون الزيت والسمنة سخنين خالص، علشان الفراخ ما تنزلش ميتها. هفضل اقلب فيهم بقى، علشان بعد كده هنزل عليهم بالبهارات اهو زي ما انتوا شايفين، ماشية معاكم خطوة بخطوة. دي طبعا بهارات فراخ اللي انا بنزل بيها دلوقتي، دي بهارات فراخ. طبعا معلقة كبيرة من بهارات الفراخ، وهقلب فيهم كويس جدا. هفضل اقلب في الفراخ كده مع البهارات كويس جدا. بعد كده هنزل عليها بنص معلقة من الفلفل الاسمر. انا الاول طفيت كشاف التليفون علشان اوريكم ان هي لونها اصفر خالص، بس طبعا مش باينة من الاضاءة. ده دلوقتي كده نص معلقة من الفلفل الاسمر، هقلبهم مع بعض كويس جدا. بعد كده دلوقتي هبدأ انزل بالفلفل. طبعا ده فلفل الوان، ده فلفل اصفر على فلفل احمر على فلفل اخضر. اهو نزلت بالفلفل، طبعا الفلفل اخر حاجة علشان ما ياخدش وقت معايا. نزلت بالفلفل وقلبتهم كويس جدا. وبعد كده انا وريتكم الصلصة وصلت لايه. وبعد كده دلوقتي نزلت بشوية من الملح. هتظبطي ملحك ودقيقتين وهتطفي عليها، دقيقتين بالظبط. يعني اول ما تنزلي الفلفل سيبيه دقيقتين بس، مجرد ان هو يدبل وتطفي عليه. اهو كده داخله على السوا خالص. طبعا انا عايزه اقول لكم ان ده قرنين كبار من الفلفل الاصفر، وكمان قرن كبير من الفلفل الاحمر، و3 قرون من الفلفل الاخضر. تعالوا هنا بقى الصلصه يعتبر استبكت داخله على السوا خلاص. هحط عليها معلقه كبيره من الكمون، وكمان معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، وكمان نص معلقه كبيره من البابريكا، وكمان شويه من الملح، ومعلقه صغيره من الثوم البودر، ومعلقه صغيره من البصل البودر، ومعلقه صغيره من السكر. هقلب ده كله مع بعضيه كده بالمعلقه. وبعد كده هغير الحله علشان هلاقي الحله دي صغيره، فحطيتها بعد كده في حله اكبر. ودلوقتي بقى هبدا انزل عليهم بالميه. عايزه اقول لكم انا مش بعاير الميه قد ايه، يعني انا بحط بالبركه كده. ده طبعا الثوم البودر والبصل البودر. انا قلت لكم زي ما قلت لكم البهارات: معلقه كبيره من الكمون، نص معلقه كبيره من البابريكا، كمان معلقه صغيره من السكر،
كمان معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، وكمان معلقه صغيره من الثوم البودر، ومعلقه صغيره من البصل البودر، وكمان نص معلقه كبيره من بهارات الفراخ. وعايزه اقول لكم كمان في مرقه دلوقتي حطيت نص معلقه كبيره من مرقه الدجاج. طبعا مرقه الدجاج عشان طبعا المقاطعه انا جايباها من عند العطار اللي هي المرقه الفوريه، ما جبتش التانية. بعد ما حطيتهم سبتهم يغلوا كويس جدا. بعد كده نزلت عليهم باربع اكياس من المكرونه اللي هي حوا دي، تبقى حوالي 400 جرام. نزلت عليهم باربع اكياس من المكرونه، قلبتها كويس جدا. اول ما شربت الميه بتاعتها او الصوص او القاعد بتاعها يعني، وطيت عليها وسبتها بقى تستوي مع نفسها كده زي ما انا بوريكم كده. شربت الصوص بتاعها، هسيبها بقى تستوي مع نفسها كده. دي على فكره كده بعد ما استوت، اللي انا بوريها لكم الاخيره دي بعد ما استوت. جبت بقى اول طاجن وهبدا انزل فيه الاول باول طبقه من المكرونه. عايزه اقول لكم اعملوه وجربوه في البيت، هيعجبكم جدا والله العظيم، احلى من بتاع بره بكتير. انا باكل يعني الطاجن الصغير كان الاول بره ب50 جنيه، الصغير خالص اللي هو على وشه جبنه موتزاريلا محشي فراخ، وفراخ حاجه بسيطه خالص ب50 جنيه، صغير خالص ما يكفيش الفرد اصلا. طيب الطواجن دي بقى كبيره. طبعا الكيس المكرونه الحوا 400 جرام، انا عامله 4 يعني الكيلو 600 جرام. انا عايزه اقول لكم ان الطاجن ده والطاجن التاني بياخدوا كميه كبيره جدا، بس هما مش باينين في التصوير. بس غويط التاني وبياخد كميه كبيره، وده برضو واسع وبياخد كميه كبيره. وعملت معاهم بتاعه اللي هي الصغيره دي، التلاته خدوا الايه الكيلو 600 جرام. عايزه اقول لكم احلى من بتاع بره بكتير، وانضف من بتاع بره بكتير. اقسم بالله انا عاملاه على طريقتي انا. الاول طبعا جبت طبقه من المكرونه، وبعد كده حطيت طبقه من الفراخ، وبعدين طبقه كمان من المكرونه. انا عايزه اقول لكم ان انا دخلت اعمله زي ما انا بعمل مكرونه عادي، فننت بقى في البهارات وفننت في الفراخ. فانا بحب لما بدخل المطبخ ما بلتزمش بمقادير، لو انا بعمل لبيتي مع نفسي مش بحب التزم بمقادير بصراحه. بعمل كده وافنن وادخل حاجه واظبط حاجه، لو طلعت حلوه بجربها معاكم. دلوقتي بقى نزلت الاول زي ما قلت لكم طبقه من المكرونه وطبقه من الفراخ، وكمان طبقه من المكرونه وكمان طبقه من الفراخ، وعلى وشه جبنه موتزاريلا. ده بقى فلفل الوان حطيته على الوش كده. جبت بقى طاجن حطيت فيه طبقه من المكرونه، وهنزل عليه بطبقه من الفراخ اهو كده، طبقه من المكرونه وكمان طبقه من الفراخ، وبعد كده هنزل عليه بطبقه كمان من المكرونه. طبعا زي ما قلت لكم بعد ما جربته عجبني جدا. طبعا زي ما قلت لكم عملته بطريقتي وظبطت بهاراته وكله مع نفسي، ولما عجبني قلت لازم اوريه لكم عملته ازاي. اهو نزلت عليه بعد كده بالمكرونه، بعد كده هنزل عليه بطبقه كمان من الفراخ اهو، يعني طبقتين من المكرونه وطبقتين من الفراخ. دلوقتي بقى هنزل بالجبنه الموتزاريلا كده على الوش. ده طبعا الفلفل بوريكم اهو. هنزل دلوقتي بالجبنه الموتزاريلا على الوش كده، وبعد كده هحط الفلفل الوان. ده فلفل احمر واصفر. ده بقى على فكره ده بتاع الكيكه، جبته عملت فيه. حطيت برضو مكرونه، وبعد كده حطيت فراخ، وبعد كده مكرونه وفراخ كمان. طبعا الصوص اللي نازل ده اللي نازل من الفراخ، نزلت بقى على وش المكرونه بيه كده، طعمه خطير اهو زي ما انتوا شايفين. بقى هحط على الوش كده جبنه موتزاريلا اهو. طبعا بفكك الجبنه الموتزاريلا بايديا علشان كنت لسه مطلعاه من الفريزر. بصوا بقى الجمال عدى الكلام. طبعا بعد ما فككت الجبنه الموتزاريلا وحطيتها على الوش والفلفل كده، فتحت عليه الشوايه. احنا مسويين المكرونه والفراخ، ففتحت عليه الشوايه بس اخد لون، مش بيكمل 3 دقايق في الفرن او 5 دقايق، من 3 دقايق ل5 دقايق بس. بصوا بقى الجمال عدى الكلام. جربوه بالطريقه دي طريقتي، وانا بقول لكم جربوها وعلى ضمانتي هتعجبكم جدا. ولو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوا لايك للقناه وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم يا احلى ناس في الدنيا. مع السلامه يا حبايب قلبي.